دي من اجمل الطرق اللي عملت بيها عيش الكريب بجد. لو قعدت العمر كله عمره ما اغيرها، علشان بتطلع ممتازة جدا وناجحة من اول مرة. عمر العيش ما يتقطع منك ولا يتكسر ولا يحصل له اي حاجة خالص. هو عامل زي الملبن كده، بسم الله ما شاء الله عليه. وكمان ينفع حلو وحادق، يعني مش هتعملي الحلو لوحده وهتعملي الحادق لوحده. العجينة دي تنفع الاتنين، بسم الله ما شاء الله عليها. زي ما قلتلك عمرها ما تتقطع معاكي، زي ما انتوا شايفين كده. مهما تعملي فيها عاملة زي الملبن كده وعاملة زي القطن، بسم الله ما شاء الله عليها. وكمان المقادير بتاعتها ناجحة من أول مرة. تعالوا بينا نحضرها مع بعض بأسهل طريقة ممكنة. وطبعا دي المكونات اللي أنا هستخدمها. معايا كوباية ونص من المية، ومعايا نص كوباية من اللبن، ومعايا كوبايتين من الدقيق، طبعا أي نوع دقيق ممكن تستخدميه، وبيضة وكيس من الفانيليا ومعلقة صغيرة جدا من السكر. ودي كل المكونات اللي أنا هستخدمها. هجيب بقى شفشق الخلاط بتاعنا، هننزل بالمكونات كلها فيه. زي ما انتوا شايفين نزلت بكوباية ونص من المية ونص كوباية من اللبن وكوبايتين من الدقيق. وبعد كده نزلنا بمعلقة السكر الصغيرة وكيس من الفانيليا، ونزلنا بالبيض. وهناخد المكونات دي كلها وهنضربها في الخلاط لغاية لما تنعم معانا تماما وكله يندمج مع بعضه وتبقى عجينة سايلة. هوريها لكم دلوقتي كده واحنا بنعملها. وطبعا في نص الضرب كده بتقلبي الخليط علشان لو فيه شوية دقيق في جنب الخلاط كده تنزليهم علشان كله يندمج مع بعضه. زي ما انتوا شايفين كده احنا قلبناه ورجعنا ضربنا العجينة تاني، ويلا بينا نشتغل فيها على طول. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله عليها، هو ده بقى القوام المظبوط. تعالوا بقى موريهولكم واحنا بنعمله في الطاسة الجميلة. هتجيبي الطاسة بتاعتك على درجة حرارة متوسطة، هتدهنيها دهنة بسيطة جدا من الزيت، يعني حاجة بسيطة جدا، وهتنزلي بالخليط على قد الطاسة اللي انت بتستخدميها. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا المعلقة السيليكون دي انا بستخدمها في فرد عيش الكرب. طبعا بتسهل عليا كتير وما شاء الله عليها، بتخلي العيش معايا رقيق كده وناجح من اول مرة. زي ما انتوا شايفين نزلت بكمية العجينة المناسبة وفردتها، وفي الوقت ده النار بتكون عندك على درجة حرارة متوسطة. وسبت بقى العيش بتاعي الجميل لغاية لما تشمع معايا من تحت بس. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده هاخده بقى وهقلبه على الوش التاني. في الوقت ده بقى بطبقه كده تطبيقة بسيطة وادهن تحته بشوية صغيرين جدا من الزيت، وحركه تحريكة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده، واسيبه دقيقتين وبعد كده بقلبه على الوش التاني. زي ما انتوا شايفين كده بياخد لون بسيط كده دهبي من تحت. وطبعا انت لو عايزة تحمريه اكتر من كده دي طبعا ده حاجة ترجع لك انتي، بس طبعا علشان احنا لسه هنعمل منه كريب فاحنا عايزينه حاجة بسيطة جدا بالشكل ده كده. وبكده العيش بتاعنا الجميل بقى جاهز معانا، هنشيله وهنحطه على فوط. وتعالوا يلا بينا نعمل كمان واحد. زي ما انتوا شايفين كده الطاسة لتاني مرة انا مش بدهنها اي مادة دهنية خالص، انا بنزل بالخليط على قد الطاسة اللي انا هستخدمها وهفردها كده فردة جميلة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا في الوقت ده كده بسم الله ما شاء الله عليها عمر العيش بتاعك عمره ما يتقطع، لو كان رقيق عمره ما يتقطع. اما انت لو عاملة كمية كبيرة وعاملاه تخين هتقطع معاكي. وزي ما انتوا شايفين كده انا نزلت بكمية عجينة كبيرة، بس بعد ما فردت كده العجينة في قلب الطاسة شلت الكمية المتبقية معايا علشان العيش بتاعي يطلع مظبوط جدا زي ما انتوا شايفين كده. وسبته لغاية لما تشمع، وبعد كده قلبته على الوش التاني، ونفس الحركة اللي احنا عملناها في الاولى هنطبقه كده وهنديله دهنة بسيطة جدا من الزيت، وهنلفه بالشكل ده كده، وهتسيبيه حوالي دقيقة واحدة وهو اصلا بياخد لون دهبي كده بسيط في ثانية. وبعد كده هتقلبيه على الوش التاني بسم الله ما شاء الله عليه زي ما انتوا شايفين كده، وهتسيبيه كمان دقيقة وهتشيليه وهتحطيه على فوط. بس كده شوفوا قد ايه طريقته سهلة جدا وبسيطة ما شاء الله، وفي ثواني بيكون جاهز معاكي. وطبعا واهم حاجه واحب اقولك ان انت لازم تستخدمي طاسه تيفال علشان العجينه ما تلزقش فيها، ودي خطوه مهمه. ما ينفعش تستخدمي اي طاسه تانية علشان العجينه ما تلزقش فيها، اهم حاجه تستخدمي طاسه تيفال علشان العيش يطلع معاكي مظبوط 100% وعلشان ما يلزقش معاكي. زي ما انتوا شايفين كده طبعا لتاني مره انا ما بدهنش اي ماده دهنيه خالص، وبفرد العجينه لو اتبقى مني شويه عجينه بالشكل ده كده برجع واحطهم في الخلاط تاني. وهسيب العيش بتاعي الجميل لغايه لما تشمع تشميعه بسيطه جدا، واقلبه على الوش التاني وهرجع اطبقه نص تطبيقه كده وادهن بالزيت دهنه بسيطه جدا، وهقوم لفه العيش بالشكل ده كده وهسيبه لمده دقيقه. طبعا بسم الله ما شاء الله عليه بيتحمر في ثانيه. وبعد كده هقلبه زي ما انتوا شايفين، هو العيش رقيق خالص بسم الله ما شاء الله عليه. والمعلقه السيليكون دي بتسهل عليك كتير في فرد العيش، يعني بسم الله ما شاء الله عليها طبعا من يوم ما استخدمتها سهلت عليا كتير.
افضل ما كنت بنزل بالعجينة واقعد احركها في الطاسة كده وكده، وطبعا ما بتبقاش متساوية معايا. بس لما استخدمت المعلقة السيليكون دي بسم الله ما شاء الله عليها، زي ما انتوا شايفين الأمورة الصغيرة مهما تعمل في العيش عمره ما بيتقطع ولا يتكسر ولا ينتني ولا اي حاجة، عامل زي الملبن كده بالظبط. بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هي الأمورة عمالة تلعب في العيش وعمالة بص بهدلتني خالص، بس بسم الله ما شاء الله عليه رجعت وفردته تاني زي ما انتوا شايفين كده متماسك ومش متقطع ولا اي حاجة خالص، حاجة كده بجد في منتهى الجمال والحلاوة. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. ودي كانت طريقتنا النهاردة السهلة البسيطة في عمل عيش الكريب. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها، ولو حابين اجرب معكم اي وصفة اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هجربها معاكم. واستنونا مع وصفة جديدة ان شاء الله مع وصفات بيت الخير. وما تنسوش بقى لو الطريقة عجبتكم تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك، علشان بجد اشتراكاتكم دي بتفرحني جدا وبتدعمني وبتخليني اعمل معاكم وصفات احلى واحلى. وشكرا ليكم جدا من كل قلبي على المتابعة وبألف هنا ليكم. وما تنسوش بقى تزورونا على الصفحة وتشوفوا الوصفات الجميلة اللي انا عاملاها معاكم، وصفات سهلة جدا وبسيطة وعلى قد الايد علشان اي ست بيت تقدر تعملها وتطلع معاها بالجمال والحلاوة دي كلها. وشكرا لكم تاني مرة على المتابعة وبألف هنا ليكم. واستنونا مع وصفة جديدة ان شاء الله مع وصفات بيت الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.